السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب طلبة وطلاب تالتة ثانوي. النهاردة إن شاء الله مع أول درس من دروس اللانج فرانسيز. هنشرح الدرس الأول اللي بيتكلم على السبور، وطبعا في حاجات احنا هنقولها، يعني هنقول كل التركات، كل الجمل اللي هي ممكن تيجي بشكل غير مباشر، واللي بعضنا هيعتبرها ان هي تركات او مش تركات. هنشرح الدرس بالتفصيل ومش هنسيب اي حاجة، بس رجاء يا جماعة لازم نكمل الفيديو الاخر علشان نطلع بالدرس. يعني مش هينفع انت هتذاكر الدرس بس ممكن تسيب حاجات، فبالتالي يبقى انت ما عملتش حاجة. يعني انت لو ذاكرت الدرس كله وفي الاخر انت سبت جملة او جملتين انت مش عارف بيتحلوا ازاي، او انت اتفاجئت بيهم في الامتحان، فهو الموضوع كله ان احنا عايزين نوصل لمرحلة ان احنا نقفل اللغة الفرنسية، والموضوع مش صعب ابدا. ولكن برضه عاوزين نقول المذاكرة بتاعت البشوات اللي احنا كنا بنذاكرها في اولى ثانوي وتانية ثانوي والكلام ده مش هينفع خالص السنة دي. يعني احنا في البداية هو بنقول وبنوضح ان دي لغة. يعني لغة، يعني ايه لغة؟ يعني فوكابولير. اول حاجة في كل الوحدات في كل الدروس يجيب لك الكلمات في الاول، فانت لو مش حافظ الكلمات مبدئيا ومش حافظ هي ماسكولا ولا فيمينا، يبقى احنا كده بنضيع وقت يا باشمهندس يا دكتور يا دكتورة. مش هينفع ابدا انك تذاكر لغة من غير ما تحفظ كلمات. تمام. ومش منطقي ابدا ان انا اروح اذاكر فيزياء وكيمياء وبتاع واتعب نفسي، وفي الاخر اجي مثلا في مادة زي الفرنسي او المواد السهلة اللي عندكم واضيعها من ايدي. لا، دي المفروض مواد مضمونة. فنبدأ كده على بركة الله، وركزوا معايا يا جماعة عشان انا اتكلم على السبور. انا بستخدم شوية افعال. احنا طبعا هنقول في بعض التركات، فرجاء كملوا الفيديو الاخر عشان نطلع بكل الجمل. ممكن تكون جاية بشكل غير مباشر، لازم نوضح كل التركات. طيب، انا عشان اتكلم على السبور الموضوع سهل جدا. انا في شويه افعال كده ده بستخدمهم، زي طبعا فيرب فير. فيرب فير عامل زي فيرب تو في اللغه الانجليزيه، اللي هو بستخدمه في كل حاجه. بتلاقيه مع اي انشطه، مع مثلا لو جه مثلا مع الايه، مع الصناعه يبقى بيصنع، مع المواد الدراسيه يبقى بيذاكر بيدرس، لو جه مع الرياضه يبقى هو بمعنى ايه، يمارس. تمام. طيب جميل. يعني هو اهم فعل في الايه، في اللغه طبعا بشكل عام. اما يجي يعني يسالك على الفيرب ده هيختبرك عليه في حاجات. ايه اول حاجه؟ هيختبرك عليه في التصريف. هيختبرك عليه في ايه، في التصريف. فانت طبعا لو جالك ضمائر زي كده الموضوع بيكون سهل. مثلا التصريف جو في، هنا بياخد حرف الاس. تمام. وبرضه نفس الموضوع يبقى جو تي زي بعض. ال و ال طبعا ده مختلف، يبقى في تي هنا. ماشي. يبقى جو وتي بياخدوا حرف الاس، انما هنا ال و ال بياخد تي. طب نو بيبقى ايه، في زو. وكأني انا مثلا خدت الفيرب بتاع جو وحطيت عليه او ان اس، يعني لغايه الاس دي بتاعت جو وحطيت ايه النهايات بتاعت المجموعه الاولى مثلا يعني. طب خلي بالك، ركز ان فير مختلف. فت مش واخد هنا اليو زد، هنا واخد اليو اس. طيب ماشي. عندي بقى ايه، الافيك اس. الافيك اس بيبقى ايه، فون. لازم نحفظ ده. مفيش اي امتحان في الثانويه العامه الا لو كان في فعل فير او فعل جويه. الدرس ده مهم جدا يا جماعه. تمام. يبقى اول حاجه يختبرني عليها هو ايه، هو التصريف. مثلا ايه، منى دي سبور، دي سبور. طيب جميل. انا اختار ايه من دوم؟ طيب منى دي بتساوي ايه؟ يعني هو يجيب لي كده ويقول لي بقى اختار في فون مثلا، في زون. جميل. طيب انا هنا لازم ابقى عارف بقى، هو مش جايب لي برونوم سوجي ومش جايب ضمير فاعل، بس هو جايب اسم. طبعا المنى دي بتساوي ايه، بتساوي هي، صح؟ فاذا هتبقى دي، ده اللي صح. طب اللي هو قال مثلا علي ايه منى، يبقى دوم الاتنين دوم بيساوي ايه، بيساوي الافيك اس. تبقى ايه لو كان كده، هيبقى الايه الفيرب ده، صح؟
طبعا ده لو ايه، لو نو، وده لو جو او جو او تي. سنة اولى طبعا احنا خدنا اسم وموا بيساوي نو، يعني هو لو جاب لك مثلا قال لك منى ايه، وقام قايل هنا ايه موا، الاتنين يعني دو كده، لو منى اسم وموا على طول هيروح لايه، ل فيزون. تمام، خلي بالك من الحاجات دي. طب لو اسم وتوا، لو كان اسم وتوا كنا هيجي لنا مثلا ده في الاختيارات اللي هو اخره ايه، اللي هو اس ده بتاع ايه، بتاع فو. يبقى اسم وموا بيساوي نو، واسم وتوا بيساوي فو. جميل جميل. طيب في برضو حاجة مهمة، هو مثلا لو قال نداء كده وقال ايه يا منى، وعامل فيرجيل هنا فاصلة، وقال نقط هنا كده تي دو سبور، انا هاخد على ايه بقى، فين الفاعل، فين السوجي اللي عندي، ده نداء، اصبح هنا بانتي يا منى انتي، حتى هو كده جاب كمان الايه الفاعل بس متاخر شويه مش مهم. يبقى تبقى ايه بقى، هناخد على تي، يبقى ايه في تي دو سبور. يبقى هنا ما تجيش تقول لي ان الاسم ده بيساوي ال، لا، ده هنا في نداء اصبح يا منى انتي، وجاب هنا ايه تي. يبقى انت تبقى مركز، انت هتختار الفعل على اي فاعل. طيب كويس. يبقى اول حاجه هو يختبرك عليها التصريف، واحنا قلنا بقى ايه الموضوع بالتفصيل. لو جاب لك اسم واحد بس سواء كان علي او منى يبقى بيساوي هو او هي، فبالتالي هياخد الفعل اللي اخره ت. طب لو جاب لك اسم وموا يبقى هيساوي نو. طب لو جاب لك اسم وطوا يبقى هيساوي فو. تمام. طيب هو لو جاب لك اسم وبعد كده نداء يبقى يا فلان انت. طب لو قال لك يا علي، علي ايه منى، يبقى انتم، اصبح هنا ايه فو. ركزوا بقى في القصه دي. طيب اللي بعد كده تاني حاجه هو يختبرك عليها في الفيرب ده، هو الاختكل اللي بتيجي مع الفيرب ده. يعني ايه بقى الكلام ده، يعني هو هيجيب لك جمله زي كده، زو في لك مثلا تنس، الصورات اللي هتكون موجوده او ولا دي دو لا، اي اختيارات لو لا كده يعني. طب انا عارف ان فيرب فير لازم تبقى عارف بقى انه بياخد الاختك ليه بختتيف تجزئة، مذكر اللي يجي وراه، لو كان مذكر يبقى دي، لو كان وراه حاجة مؤنث تبقى دي لا، لو كانت وراه حاجة بادئة بمتحرك دو ال ابوستروف، لو كانت حاجة جامعة تبقى دي. جميل. يبقى انت تبقى عارف المعلومة دي، ولازم تبقى عارف بقى ايه الكلمة اللي هتيجي بعد النقط، هل هي مذكر ولا مؤنث. عشان كده انا بقول لك لازم تحفظ الايه الكلمات. طيب انا عندي دلوقتي فير وعندي نشاط رياضة، فبالتالي اللي انا هختاره هو دي، لان انا عندي فير بياخد ادوات تجزئة. طيب جميل. طب لو فيرب فير ده، طب فيرب فير ممكن ياخد حاجة غير ادوات التجزئة، ايوه. ودي النقطة اللي انا عاوز اقول لكم عليها، انه فيرب فير ممكن ياخد ادوات معرفة. هتقول لي ازاي، هقول لك دلوقتي. ممكن يجي بقى مع الكلمات دي، يعني ركز بقى في الكلمات دي. اقول لك مثلا في زو في لو لي، يعني بترتب بص مع الطاش مناجر الاعمال المنزليه، يرتب السرير. طيب في لا فيسيل، يعني الاواني، بتغسل الايه الاواني. طيب اقول لك مثلا في لا كويزين، يعني بتعمل اعمال المطبخ او الطبخ. كويس. اقول لك مثلا برضو حتى الدوفوار بيتكتب في البيت، اقول لك في لو دوفوار، في لو دوفوار. كويس جدا. ممكن كمان في لي كورس اللي هي المشتريات. يبقى انت بقى ركز في الحاجات دي، ترتيب السرير، الفيسيل، كويزين، الدوفوار حتى بنعتبره من الطاش مناجير عشان هو بيتعمل في البيت. فبالتالي يا جماعة لازم نركز في الجزئية دي جدا جدا. يبقى اذا تاني اخر مرة هيختبرني في على فير ادوات اللي بتيجي معاه، وهيختبرني طبعا في التصريف، واحنا قلنا بقى وضحت المسألة دي. ولازم تبقى عارف بقى الايه السبوخ اللي عندك او الاكتيفيتي النشاط اللي هيجي لك هو مذكر ومؤنث، عشان في لو جالي طبعا حاجة مثلا بدل التنس مثلا بيتونك اللي هو رمي الكرة الحديدية، طبعا دي حاجة مؤنثة فهتاخد ايه دولا، لو حاجة بدأ متحرك تاخد دو لا بص، وهكذا يعني. طيب جميل. يبقى احنا خلاص كده عرفنا ان انا
لازم احفظ التصريف واعرف، وتاني حاجه اعرف الادوات اللي بتيجي معاه هي ادوات معرفه، ادوات ارتكل بارتيتيف تجزئه، وامتى ياخد ادوات معرفه طبعا لو كان الاعمال المنزليه اللي احنا قلناها ترتيب السرير والفيسيل والكويزين والدوفوار والكورس المشتريات والحاجات دي. طيب نركز بقى في اللي جاي عشان ده مهم جدا. لو انا عندي فيرب فير منفي، انت اختار دو او دي ابوستروف مع فيرب فير، حاجه مهمه جدا وركز فيها بقى عشان ايه اللي جاي ده مهم. اول حاجه لو فير اتنفى، يبقى اول حاجه اهو لو فير كان جاي في هو اللي منفي، هو اللي موجود ما بين النوبا، فاقول لك مثلا ال نو في با. حلو، يبقى فير اتنفى. نقط هنا كده تنس، هل هيبقى دي ولا دولا ولا دو دي ابوستروف ولا دو، وهكذا يعني. طيب انا عندي فير هو اللي منفي، فاختياراتك هتكون واحده من الاثنين دول. لو كانت وراها حاجه متحركه هتبقى دي ابوستروف، لو كانت وراها حاجه ساكنه زي كده هتبقى دو زي دلوقتي. كويس. طيب يبقى اول حاجه عشان اختار دو او دو ابوستروف لو فير اتنفى. تاني حاجه عشان اختار دو او دو ابوستروف لو انا عندي كلمه من الكلمات دي جت مع فير، يعني اللي هم الايه الكونتيتي الكميه، الكميات بوكو وعكسها اللي هي بي قليل، وعندي كمان اسي معناها بما يكفي من، وعندي ترو كثير جدا، دي كثير وده كثير كتير جدا. تمام. لو جات لي حاجه من دوم انا برضو بختار يا دو يا دو او الصرف. ادي المثال. علي في بي نقط هنا سبور. حلو. طيب انا عندي سبور هي حاجه ايه ماسكولا مذكره، فانت بقى لو بتختار من دوم هتروح تختار لي دي كده، هقول لك لا غلط لانك انت عندك ظرف كميه اهو. ولو بتختار هتختار ده، اقول لك لا غلط لانك انت عندك ايه ظرف كميه، فلازم تختار هنا ايه دو. كويس. يبقى انت كده عرفت تاني حاجه ان امتى اختار دو او دي ابوستروف مع فير، لو هو اللي اتنفى او لو انا عندي ظرف من ظروف الكميه اللي هم الكلمات دي. وفي بعد كده هناخدها بالتفصيل في درس بعد كده بيتكلم عن الكميات المحددة والغير محددة، بعد كده نشوف الموضوع ده، ولكن اعرف بقى ايه الاربع كلمات دول دلوقتي. طيب اللي جاي برضه ركز بقى ايه في الجملتين اللي انا هكتبهم لك دلوقتي. عرفت دلوقتي لو امتى اختار دو او دي ابوستروف لو انا فير هو اللي اتنفى. تاني حاجه لو كان عندي ظرف من ظروف الكميه ولسه قايلينهم دلوقتي. اللي بعد كده بقى مهم قوي، وانا لو عندي جمله مثلا بتقول انا نيم انا نيم با فير سبور. كويس. طيب هنا ايه اللي حاصل؟ انا عندي فير جاي في جمله فعلا منفيه بس مش هو اللي اتنفى، يعني مش هو اللي واقع عليه النفي. في الحاله دي بقى ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي يا باشا انت ما تحولش. يعني ايه ما تحولش؟ يعني ما ينفعش تختار ولا دو ولا دي ابوستروف، مش هينفع. ماشي. ليه؟ لانه فير خارج النفي. فانت هنا تشوف بقى ده جاي مذكر ولا مؤنث، هو كلمه ماسكولا مذكره فهتقول عادي ايه دي، حاجه مؤنثه تبقى دولا، حاجه جامعه تبقى دي. يبقى انا تركز في الجمله دي جدا، لو انا عندي فير خارج النفي يبقى ما بتحولش. طب انا جمله مثلا بتقول انا نو سي با، ما بي ايه لا ما بيعرفش ايه يلعب رياضه. كويس. برضه اهو نفس الموضوع، عشان بس في قصه فيرب سافوار هقولها لك دلوقتي. فيرب سافوار برضه انا ما بحولش معاه، يعني هو كده فير برضه خارج النفي، يبقى انا هختار ايه؟ هختار دي عادي جدا، بس الا اذا مع ايه كان جاي مع ايه رياضة السكي. يعني لو في هنا شلت سبور وخليتها سكي اللي هو التزلج، لا في الحالة دي انت ايه تحول عادي، يعني تختار دو دو ابوستروف مع ان انت هتكون فين برضه خارج النفي بس هتحول. يعني الجملة هتبقى ايه انا نو سي طبعا دي تي نو سي با فير نو سي با فير، والنقط اهي. هتيجي تقول لي طب ما هو كده فين خارج النفي، يبقى انا المفروض اختار هنا ايه دي اللي هي المذكره. لا خلي بالك ان انت عندك كلمه سكي لها حاله استثنائيه
بتحول معاها عادي تبقى دو. اي حاجه تاني لا، اي رياضه تاني لا. اتفقنا يا جماعه؟ يبقى عرفنا قصه فيرب سافوار. فيرب سافوار عادي لو جالك انت ما بتحولش معاه، لان فير هيكون خارج النفي، الا اذا كان عندك رياضه السكي. كويس لغايه دلوقتي؟ كويس. طيب ركز بقى معايا. طب انت لو عندك في فعل مساعد، عارف الافعال المساعده اللي خدناها في الفيتير بروش المستقبل القريب، وفي الباسير السو الماضي الحديث، كنا بنختار ايه؟ كنا بيجي لنا ايه؟ كان بيجي لنا فيرب اليه كفعل مساعد زائد المصدر، صح؟ بيكون في فعل مساعد في الجمله في الاول، والماضي فينير زائد دو زائد المصدر. فاكرين؟ لو كان عندك دوم لازم تختار دو ابوستروف، لازم تختار معاهم ايه؟ دو او دي ابوستروف. حتى لو كان عندك نفي. ازاي؟ انا الجمله هاي عندي بتقول je ne vais pas faire، سوف لا امارس التنس مثلا او البوكس. كويس. طب انا هتيجي تقول لي فير بقى اهو خارج النفي، يعني فير مش هو اللي منفي، فانا مش هحول. لا، انت هنا تحول عادي. يعني انت عندك اختيارات دو لا، دو الابوستروف دو دي ابوستروف. طيب انا هنا المفروض ان فير خارج النفي، يعني المفروض ان انا ما احولش، يعني اختار يا اما المذكر يا المؤنث على حسب الكلمه دي، ولكن انت هنا لازم تحول، يعني تختار دو او دي ابوستروف. فهنا تختار دو. هتيجي بقى تقول لي المفروض ان انا كنت اختار دو لا علشان ان فير خارج ان لا، بس انت عندك فعل مساعد. باذا لو كان عندك فعل من افعال المساعده وبعد كده فير يعني بص، لما كان عندنا المستقبل كنا كده كده لازم نحط الفعل المساعد ما بين النوبة عشان ننفي الجمله. فانت ريح دماغك، لو لقيت فيرب اليه او فينير فعل مساعد انت لازم تحول، يعني تختار دو او دو ابوستروف. يبقى اذا ممكن نعد الحاجات اللي احنا بنختار معاها دو او دو ابوستروف. اول حاجه لو كان فير هو اللي منفي، تاني حاجه لو كان عندي ظرف من ظروف الكميه، تالت حاجه لو كان عندي كلمه سكي اللي هي التظلم، طبعا تكون في جمله منفيه طبعا، او لو كان عندي فعل من افعال المساعده دي برضو لازم احول. وضحت كده؟ هما الايه الاربع حاجات دول. اعتقد كده فيرب فير وضح، التركات كلها اللي فيه احنا قلناها. تعالى بقى نشوف لما نيجي نتكلم على السبور برضو بنستخدم افعال تانية، وهو الفعل ايه؟ جوي. فيرب ايه؟ جوي طبعا من الافعال المهمة جدا. طيب هو الحمد لله ان هو بريمير جروب مجموعة اولى، وبالتالي انا مش محتاج احفظ تصريف، وانا عارف التصريف من اولى ثانوي، صح؟ بحذف الاول واحط النهايات، فالموضوع مش صعب يعني. طيب عشان افرق بينه وبين جوي هو حاجات بسيطة. جوي ده بيجي بقى ايه مع الايه؟ مع الحاجات اللي بتتلعب بالكرة، يعني الحاجات كل الالعاب اللي بتيجي بتتلعب بالكرة زي مثلا الفوتبول والهاند والباسكت والحاجات اللي بتتلعب بكرة دي. حتى كمان في كلمة بتونك الكرة الحديدية لانها بتلعب بكرة برضو، والبادمنتون اللي هو التنس الريشة برضو ايه بيتلعب بالكرة. تمام. والتنس طبعا طبعا ده كله بيتلعب بالكرة، زائد الالعاب الايه الذهنية بقى زي الايه الشطرنج والكارت الكوتشينة والحاجات دي. تمام. والالعاب الايه الذهنية. كويس. طيب انا دلوقتي عاوز افهم بقى دلوقتي، انا لو جيت نفيته ايه اللي يحصل معاه؟ طب هو اصلا بياخد اي اداة؟ واصلا بياخد حاجة اسمها ومشتقاتها، يعني ممكن ياخد بس ممكن ياخد او الا الابوستروف، وطبعا بتاع الجمع بيبقى كويس. كويس. فانا اول حاجة هيختبرها طبعا مش هيختبرك على التصريف لان ده مجموعة اولى. هيدي لك مثلا جملة كده يقول لك تيجو، انت بتلعب فوت اللي هو الفوتبول. كويس. اختار ما بين ادوات تجزئة ومشتقاتها وادوات معرفة، دي ولا او ولا لو ولا دولا مثلا كده. يعني لازم تعرف انت عندك فعل جوي يلعب. كويس. طب دي رياضة، صح؟ دي رياضة، فيبقى الرياضة مع جوي بتاخد مشتقاتها، فاذا هو ده الايه اللي صح. طيب جوي ده ممكن ياخد حاجة تانية غير الادوات دي؟ ايوه ممكن ياخد ادوات تجزئة. بتقول ادوات تجزئة؟ طب ازاي؟ يعني ممكن ياخد دي
دو لا دو الابستروف دي. طب ازاي الكلام ده ينفع؟ ايوه ينفع، بس مع الايه؟ مع الموسيقى. يعني انا لو عندي آلات موسيقية زي مثلا الجيتار او الفيولون، الكمان او البيانو، او مثلا ايه تروم بيت اللي هو البوك يعني مثلا. الحاجات دي آلات موسيقية، فانت آلات موسيقية مع جوي لازم تاخد ادوات تجزئة. يعني انا لو شلت الكلمة دي وخليتها مثلا بيانو اوتوماتيك مو كده، انت لازم تختار ايه، تخليها دي. كويس، يبقى ساعتها هتبقى ادوات تجزئة. يبقى اذا مع الموسيقى الجوي بياخد تجزئة مش بياخد او مشتقاتها. انا لازم احفظ بقى الايه الكلمات بتاعة الالات الموسيقية موجودة عندكم في الكتاب، لازم تحفظوها. اللي بعد كده مهم جدا، ان انت لو جيت بقى نفيت فيرب جوي هل هيتأثر بالنفي؟ نشوف الجملتين دول عشان نطلع بالايه بالموضوع كله. يعني انا دلوقتي عندي جوي منفي، هتيجي تقول لي بيتأثر بالنفي، يعني اختار دو او دي ابوستروف؟ يستحيل. فانت لو عندك جوي منفي استبعد تماما، ده مش هينفع معاه. خلاص، ما تقوليش هيتأثر بالنفي والكلام ده، لا. فانت هتشوف دي رياضة يبقى تاخد او مشتقاتها عادي جدا، فدي حاجة مذكرة فهتاخد او. لو كانت حاجة مؤنثة كانت هتاخد لا. لو كانت حاجة جمع كانت هتاخد او اللي هي بتاعت الجمع. كويس، يبقى انت لو رياضة معاك جويه خد او مشتقاتها مفيش مشكلة. طب لو جويه معاها موسيقى، فانت المفروض الموسيقى بتاخد تجزئة، فهتيجي تقول لي ان الموسيقى واخده تجزئه فلازم احول التجزئه؟ لا، ده احنا بنحول التجزئه الى دو او دو ابصرف في حاله فير بس. انما الجوي اعرف ان هو جوي ما بيتاثرش بالنفي. فانت برضو هنا ما تجيش تقول لي اختار دو دو ابصرف، يعني كده تبقى انت عملت كارثه. لا، يبقى انت لازم تشوف بقى ده ايه، مذكر ولا مؤنث. فهيبقى ايه؟ مؤنث دو لا. تمام، ما حولناش يعني. يبقى الجزئيه دي جزئيه مهمه جدا ولازم تركز عليها، لان دي ممكن تجي لك في الامتحان بسهوله جدا. طيب، في تركايه برضه عاوز اقولها لكم، نركز بقى. لو جاب لك جمله زي كده بيقول لك تيجو، انت بتلعب، نقط هنا دي جي فيديو. كويس، وهيقول لك اختار ولا دي ولا او ولا دي لا كده. يعني انت هتيجي تقول دلوقتي انا جويه مع الالعاب الذهنيه بياخد او مشتقاتها، ففين هنا او مشتقاتها؟ دي 1 2 3. فهتيجي تقول لي انا هختار الاخيره دي عشان العاب الفيديو جمع، هتبقى غلط. لا، ده انت هنا هتختار بدون ادغام، بدون يعني الشكل الاول يعني ما تختارش اي حاجه تانية. ليه بقى؟ لان في عندك اداه هنا اهو، ما ينفعش كده، هيبقى في اداتين لان دي جواها اصلا وليه، صح؟ فمش هينفع يبقى في ادوات تجزئه نكره وكمان ادوات معرفه في نفس الوقت، فانا مش هينفع. فاذا انت عرفت التركيه دي، ان لو كان عندك اداه بعد النقط، الكلمه اللي انت عندك قدامها اداه، فمش هينفع تختار غير بس او دو بس. ماشي، دي حاجه مهمه. في حاجه لازم تعرفوها برضو، امتى انا هختار. ساعات مثلا بيجيب لك اختيارات زي اللي انا اقولها لك دلوقتي، تنس، تمام، او يقول لك لو تنس نقط كده وما بالايدي او باليد. ماشي، هيجيب لي بقى اختيار، هيقول لي جو ولا في ولا سجو تلعب. طيب، حاجة مهمة جدا، انا مبدئيا انا هستبعد فيرب فير من الجملتين. ليه؟ لان انا اصلا عندي او مشتقاتها، ففير مش هتنفع معانا. طيب، انا دلوقتي عندي بقى جواه، انا هختار يدي يعني اختار الفعل اللي هو برونومينال ولا الفعل العادي، يعني اللي هو مسبوق بسو، ولا الفعل العادي؟ لا، بص، انت لو عندك الفاعل هتختار الفعل العادي، فهتقول ايه؟ جو، والتصريف صح اهو، تمام. او طب لو كانت الرياضه هي اللي جايه بقى في الاول، لا، انت ساعتها تختار فعل ذو ضميرين، هتقول ايه؟ سو جو تلعب. هنا بقى ايه؟ زي المبني المجهول كده.
انت هنا بقى بيقول لك انت بتلعب تنس، انما هنا التنس بتتلعب بالايدين يعني، فهنا تلعب وهنا انت تلعب، فاهمين؟ فلازم تبقى واخد بالك. يبقى اذا التركيه اللي هنا لو السبور هي اللي سبقت الرياضه، يبقى انت في الحاله دي لازم تبقى عارف انك هتختار فعل ذو ضميرين، هتكون بمعنى تلعب بقى، زيها زي براتيك وسو براتيك، نفس الفكره بالظبط. طيب تعالى بقى لاخر حاجه، وهي افعال الشعور، وبرضه هنقول فيها تركية مهمة. نركز كده ايه لغاية اخر الفيديو، خلاص هو ده الجزء اللي فاضل في الفيديو ده، اللي هو الافعال دي طبعا واحنا عارفينها طبعا سهلة، ايمي وادورين وبريفيري وديتيستي، وطبعا معاهم ايه براتيكي. ايه بقى قصتهم دي؟ قصتهم طبعا ان هما بياخدوا ادوات ايه، ديفيني معرفة، يبقى له لو مذكر، ولا لو حاجة مؤنث، لو حاجة متحركة مفرد، إلا أبوستروف، وليه بتاعة الجمع. فدي قصتهم سهلة. فهوت أنا بقول لك تيما أنت بتحب الإيه سبور، الرياضة. في الحالة دي أنت عارف إن أفعال الشعور بتاخد إيه معرفة، جاب لك بقى هو دي وأو ولو ولا والا بصرف كده، فهتختار ادوات معرفة اي واحدة من دول، ودي حاجة ايه مذكر، فانت هتختار له. حاجة مؤنث تختار يعني، فهو انت هيختبرك على دي بس، فلازم تبقى عارف الكلمة مذكر ولا مؤنث، دي حاجة مهمة. طيب انا لو جيت نفيت، يعني حطيت الفعل ده ما بين النوبا، هل الموضوع يتأثر بالنفي؟ النقط هنا اهو، حطيت الفعل اهو، اي فعل من دول موجود ما بين النوبة، هل الافعال بتتأثر بالنفي؟ يعني هو يخدعني كده ويجيب لي دو ويجيب لي دو بصرف مثلا، لا ما تجيش تقول لي اوعى تختار حاجة غير ادوات المعرفة سواء اثبات او نفي مع الافعال دي. فانت هنا هتقول ايه؟ هتقول له برضه، لو اخترت دو تبقى انت عملت مشكلة. فلازم تركز، يبقى الافعال دي ثابت معاها معرفة اثبات ونفي، الموضوع سهل اهو. كويس. طيب انا لو عندي فعلين، يعني بقول جملة مثبتة عادي، يعني بقول ايه تيما فير، انت بتحب تلعب رياضة سبور. طيب انا هختار بقى بناء، يعني ده بياخد معرفة الاولاني ده والتاني ده بياخد تجزئة، طب انا هختار معرفة ولا تجزئة؟ لا، الفعل الاخير هو اللي بيسيطر على الادوات، يعني الجار اولى بالشفعة زي ما يعني انت دلوقتي عندك الاخير للنقط ده هو فير مش ده، فبالتالي انت هتختار تجزئة عادي، مش هتقول معرفة بقى، فهنا ده مذكر تبقى دي. حلو الكلام، حلو الكلام. زي برضو ايه تيام جوي، تيام جوي، انت بتحب تلعب، نقط هنا هانت. حلو. فجوي هو اللي هياخد ادوات، طب جوي بياخد ايه مع الرياضة؟ ادوات تجزئة، فبالتالي ادوات ومشتقاتها، فبالتالي هنا هتبقى ايه؟ هتبقى بقى الا ابوستروف ولا هتبقى او؟ لا هتبقى او. طب ما خدناش ليه الا ابوستروف؟ علشان الهانت وال اوكي واليوجا، الحاجات دي ما بتاخدش ايه، ما بتاخدش ابوستروف، ما بنعملهاش الا ابوستروف، يعني سواء جاي مع فير ما اوعى تديها دو الا ابوستروف، ممنوع. ما تديهاش الا ابوستروف مع جوي، ممنوع. ما تاخدش ايه الا ابوستروف مع افعال الشعور دي، ممنوع. تمام. طيب برضو نفس القصة بتاعت براتيكي وسو براتيكي، امتى هاخدها زو ضميرين؟ يعني مثلا جملة برضو بتقول لو فوت كرة القدم، نقعد هنا افيك لو بالو، بالكرة. فانا هنا هجيب مش براتيك، لا سو براتيك. حلو الكلام، مش هجيب براتيك بس لان الرياضه سبقت، يبقى اذا الرياضه لو سبقت بجيب سو براتيك او سوجو، تلعب، معناها هنا تمارس او تلعب بيه. كويس. يا رب تكون الدنيا وضحت. يا ريت ما تنسوش في التعليقات يا جماعه تكتبوا الجمله دي لو سمحتوا، معلش اكتبوها في التعليقات وحلوها، يعني يعني حلوها صح. الجملة دي لو سمحت عاوزكم تحلوها وتكتبوها في التعليقات، يعني ما تنسوش بقى لازم تثبت وجودك بالايه،
بالجملة دي. تمام، يعني لازم تكتبوها في التعليقات وتحلوها، حلوها لنا بقى في التعليقات وإن شاء الله تحلوها صح. فبقول تي نو با دي بيانو. ماشي، وانا عايزك تختار يا اما جو، يا اما في، يعني يا جو يا في يا براتيك، واحد من الايه التلات افعال دول. دي الجملة اللي انا عاوزكم تحلوها وتكتبوها في التعليقات. كويس، اتمنى ان انا اكون فدتكم. يا ريت تشيروا الفيديو، وان شاء الله انتظروني ان شاء الله كل اسبوع هنعمل فيديوهين ان شاء الله، يوم الجمعة ويوم الثلاث ان شاء الله. تمام، ما تنسوش هنحل برضو، يعني الفيديو اللي جاي هنحل تمارين على الدرس ده ونحل كل التريكات. فرجاء اكتبوا تعليق واعملوا لايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.